ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب النهارده تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده التوميه بطريقه سهله جدا وبسيطه. دي هتنفعنا في اغلبيه الوجبات. يعني مثلا لو عملنا كفته بتبقى جميله جدا، على البطاطس بتبقى حلوه، وجبات كتير هتنفع فيها. اللي يعجبه الفيديو منساش بقى يحط لايك واشتراك ويفعل الجرس عشان ينزل لكم مني كل جديد. اول حاجه عندي الحله، هضيف فيها كوبايه نشا وكوبايه ميه، كوباية ونص مية. وبعد كده هقلبهم كويس جدا، هقلب النشا لغاية ما يدوب. وبعد كده هرفعه على النار. هفضل بقى اقلب فيه وانا موطية النار جدا لغاية بقى ما القوام بتاعه ما يتقل معايا. إيه، بصوا هو بدأ يتقل خلاص كده هوت. هنطفي عليه النار بعد ما بياخد بقى يعني ايه القوام دوت. هطفي عليه النار، هسيبه بقى يبرد 10 دقايق. وبعد كده هنحطه في الخلاط. انا جهزت كده بقى الحاجة اللي انا هحط فيها اللي هو الخلاط. هضيف بقى كوباية مية، وبعدين هضيف نص كوباية لبن. ولو الخليط يحتاج مني هضيف تاني. حطيت زي 6 فصوص توم وعصرت ليمونة وربع معلقة ملح. وبدأت بقى أضرب تاني لغاية ما القوام يبقى ناعم جدا معايا. إيه طبعا انتي يعني لو حباه تقيل عن اللي انا عاملاه دوت تقيليه، ده حاجة براحتك انتي. اخر حاجة بقى هضيف بقى نص كوباية الزيت. إيه طبعا هو ملهوش مقدار معين في المية لغاية ما التقل اللي انتي عايزاه تعمليه السمك بتاعه، يعني حسب ما انتي حابة. بصوا هو خلص كده معايا وما خدش مني 3 دقايق. حضرته بينفع في حاجات كتيرة بنعملها، فوجبات كتير بيبقى حلو جدا. اللي يعجبه الفيديو ما ينساش يحط لايك واشتراك ويفعل الجرس. استنوني الفيديو القادم. باي باي.